سلام الله عليكم جميعا، مرحبا بالجميع. أتمنى أن الجميع يكون بخير وصحة وسلامة ورحمة من الرحمن الرحيم. موضوع اليوم جاء بطلب أو بعد رسالة من أحد الأخوات المتواجدين معنا عبر القناة، وصراحة كان هو نداء استعجالي لما قرأته بين الأسطر والكلمات التي عبرت عليها الأخت التي هي في ابتلاء شديد ويعني منهارة كليا جراء هذا الابتلاء. والحالة نتاعها اللي سردتها لي، يعني ما غاديش نسرد لكم الحالة بالضبط، لكن أريد أن نوصل لكم المعلومة فقط، وهذا اللي تحت طلبها. وأنا كنت قلت لها أني ما راحش يعني غادي نذكر القصة أو غادي نقول حتى الاسم تاعك، لكن لا أستطيع الإجابة عليك مطولا، وسوف أجيب عبر هذا الفيديو عليها. وحتى لكم سيكون هذا الفيديو جد مفيد، بما أنه سيناقش موضوع الابتلاء أو العوض من عند رب العالمين بعد الابتلاء، كيف يكون ولمن يكون وكيف نستفيد منه. وصراحة أنا كنت نوجد في المواضيع اللي كنت هدرت معكم عليها ووعدتكم بها، ومن بينها الاستغفار وتفعيل أسماء الله الحسنى في الدعاء من أجل تحقيق الأماني ومن أجل التقرب من الله سبحانه وتعالى. لكن جاء هذا الأمر في حالة استعجالية، وكل الأمور التي نناقشها عبر هذه القناة بإذن الله سوف تكون نافعة للجميع. وما هو الابتلاء؟ أولا نعرفوه، لازم نعرفوه باش نقدر نفهموه. الابتلاء هو أنك تقع في مشكلة أو في مصيبة، أو تقع عليك تخسر مشروعك، ولا تخرج من علاقة، تفقد شخص غالي عليك. المهم الابتلاء تتعدد أشكاله، وهو في الحقيقة عبارة عن امتحان من عند رب العالمين. يكون مفاده في النهاية يكون مفاده إذا فهمته أكيد، إما أنك وقعت في ذنب رب العالمين راح يكفر عليك هذاك الذنب اللي درته، ويعطيك ذاك الابتلاء من أجل أن تعود إليه وتعرف الطريق الصحيح إلى الله، ثم تستعمل بيان سور في طريقك إلى العودة إلى الله تستعمل الدعاء، قراءة القرآن، الصلاة، وكل ما يحبه الله. والثاني كذلك الأمر أنك تعرف باللي هذا الابتلاء جراء طريق بتكون تتمشى فيه، مشي هو هذاك، وتكون راسك عاصي وكل الطرق لم تجدي معك، فرب العالمين راح يبتليك لكي يرجعك إليه من جراء هذاك الابتلاء. أو والنقطة الأساسية أو أنه الابتلاء ينزل عليك كتهذيب، ولكي رب العالمين يختبر صبرك وقوة التحمل تاعك، لأنه أصلا هذه الدنيا هي عبارة عن امتحان، امتحان، ونشوفوا شكون اللي ينجح في الأخير. والابتلاءات هي امتحان كذلك الأمر. وإذا نجحت في الاختبار تاع رب العالمين كما نجح سيدنا إبراهيم في امتحان وابتلاء ذبح ابن سيدنا إسماعيل، وقال له: يا أبت إني أرى في منامي أني أذبحك. قال سيدنا إسماعيل: يا أبت افعل، روح ودير الأمر اللي رب العالمين قاله لك، وهو عبارة عن امتحان. وكما تعلمون ذهب سيدنا إبراهيم لذبح سيدنا إسماعيل، وعندما وصل إلى تحقيق والنجاح في الاختبار كانت المكافأة وكان الجزاء كبش العيد اللي فداه رب العالمين، فداه به سيدنا إسماعيل. وهذا هي قصص الأنبياء للعبرة، وهذا أكبر دليل على أنه اللي ينجح في الابتلاء في هذه الدنيا، وخاصة إذا كان عرف مربط الفرس لماذا ابتلاه الله، وعرف كيف يخرج،
فسوف ينجح بسرعة ويكون له جائزة كبيرة. وكلكم تعرفوا هذوك الناس اللي رب العالمين ابتلاهم ابتلاء شديد، وفي فترة معينة يعني تشوفوا حياتهم تغيرت كامل، تغيرت وتبدلت إلى الأحسن. إذا رب العالمين، تذكروا جيدا، إذا رب العالمين ابتلاكم يعني في مال، فرب العالمين راح يكون تكون الجائزة في نفس الأمر اللي ابتلاكم فيه. إذا ابتلاكم في المال راح يجيكم مال مضاعف على الشيء اللي فقدتوه. إذا ابتلاكم في زوج راح يجيكم الأفضل والأحسن واللي يناسبكم واللي تستحقوه. إذا ابتلاكم في يعني في الصحة راح رب العالمين يطهركم من ذنب ويعطيكم صحة أكثر. إذا ابتلاكم في أولادكم راح يعطيكم الأفضل. المهم ديروا في بالكم بلي أنه كيفما كان الابتلاء وكيفما كانت شحال ما كانت الصعوبة تاعه راح يجيكم تجيكم الهدية كبيرة. أنا من الناس دايما اللي نقرب لكم المعنى وأعطيكم الجانب التطبيقي من تجاربي. أنا من الناس كاين هنا أظن معايا أصدقاء في القناة اللي يعرفوني، يعني يعرفوني شخصيا، وكان رب العالمين ابتلاني ابتلاء شديد جدا، يعني لدرجة أني كنت في أعلى القمم وسقطت سقوط على رأسي حتى أصبحت تحت الصفر. تعلمون ما هو تحت الصفر؟ تحت الصفر يعني فقدت كل شيء، لم أصبحت لا أملك شيئا، يعني فقدت كل الأمورات اللي تجيكم في رسمكم فقدتها. ربما سوف يأتي ذلك اليوم الذي أتحدث لكم بالتفاصيل عن الابتلاء، لكن الحمد لله أنا مريت من عدة تجارب، لكن أصعب الامتحانات الذي كان في 2013، وهو نقطة يعني المنعطف الذي غير حياتي كلها الحمد لله. والمهم أني أيقنت باللي هذه نقطة البداية، يعني مش النهاية بعد الابتلاء. وهذا هو مربط الفرس، أنك تتيقن من الداخل أنه الفرج والعوض بعد الابتلاء من ربنا. أصلا هو في الأصل عبادة، لأن الإنسان بعد الابتلاء راح يبقى ينتظر في الفرج ويتيقن. أنا كنت على يقين أنه رب العالمين راح يجازيني وسأصبر، لأن الجزاء سوف يكون كبير، وكان كبير، يعني كان أكثر من ما تمنيت ومن ما نويت ومن ما صبرت لأجله. حصل الابتلاء سيبعث الله لكم العوض في فهم المعنى. أنا لما ابتلاني رب العالمين فهمت يعني المغزى من هذا الابتلاء، فهمت لماذا هذا الابتلاء جاء ولماذا في هذا الوقت. يعني بالضبط كنت عندي تما في هذاك الوقت كان عندي حوالي 18 بين 18 19 عام. لماذا ابتليت؟ رب العالمين ابتلاني في هذا الوقت، ولماذا في هذه المرحلة بالذات من العمر. ف غادي أي واحد يمر بالابتلاء غادي يمر بثلاث مراحل. النقطة الأولى هي الحالة نتاع الابتلاء، يعني كي تكون الابتلاء. وأنا متأكدة بلي الأخت اللي كتبت لي الميساج راه عارفة روحها. المهم الأخت اللي كتبت لي الميساج راها في المرحلة الأولى تاع الابتلاء وتاع الرفض ونتاع السخط ونتاع عدم يعني عدم الاستسلام لأمر الله والقضاء نتاعه. عادي جدا. المهم أنك ما يوصلش لدرجة الكفر، أنك تقولي علاش أنا معليش، بصح ما تمشيش، ما تبالغيش لأنه ديري في بالك أنه أفضل خلق الله هم الأنبياء. رب العالمين يعني أحبهم واصطفاهم وجعلهم من أنبيائه الصالحين، يعني خليفة له فوق الأرض، وابتلاهم. والعديد من الأنبياء كما قلت لكم، سيدنا إبراهيم، سيدنا يعقوب ابتلاه في سيدنا يوسف، وسيدنا يوسف كذلك الأمر ابتلاه، راكم عارفين، في إخوته وبالسجن، وابتلاه عديد من الابتلاءات في صورة سيدنا يوسف. وابتلى سيدنا ذو النون في بطن الحوت، شفتوا شحال من عام هو قاعد في بطن الحوت. والعديد من سيدنا يونس بالمرض، سيدنا لوط بقومه.
الابتلاءات كانت للرسل والأنبياء أحبة الله. فليس أنه رب العالمين أعطانا ابتلاء يعني رب العالمين راه رافضنا وما يبغيناش ورب العالمين ما راش يعني قابل بينا، لا. كي القلب نتاعك يعرف يكون متعلق برب العالمين في هذه الفترة، اعلم بأنه ربي راه راضي عليك، راه راضي عليك، ابتلاك لكي يغيرك. رب العالمين قالنا في القرآن: وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يعني دير في بالك بلي رب العالمين كي يصيبك المصيبة اللي كانت غادي تصيبك كان كاتبها لك رب العالمين وكانت جاياتك. وفي غالب الأحيان أن الإنسان يكون عنده زلات ويسهى وأمورات الدنيا تلهيه، لذلك يأتي الابتلاء لكي يرجع إلى الطريق الصواب. وإن بعد العسر يسرا، يعني شحال ما تزيرت فراح يجي نهار وتفرج، وعندما تفرج سوف يكون الفرج عظيم بإذن الله. الابتلاء عنده المستوى الأول، وهو كما اللي قلت لكم قبيلات، هو الوقت اللي تكون في الشدة في الابتلاء، ما غاديش تشوف مليح، ابكي، خرج، عبر، المهم لا تطيل البقاء في هذه المرحلة. بعد الخروج من هذه المرحلة راح تمشي للتسليم بالأمر اللي راك بالقدر اللي راك فيه، ونحن مجبرون على التسليم بالقدر والرضا به ونؤمن به بخيره وشره. فبعد التسليم هنا نقولوا علاش هنا خاصنا هنايا في هذه النقطة بالذات خاصنا نعرفوا العلاش، نعاودوا حساباتنا ونعاودوا نجبدوا الملفات نتاع هذا الابتلاء ونتاع الحياة نتاعنا قبل الابتلاء، ونعاودوا نقعدوا مع رواحنا ونخموا مع رواحنا. انا في هذه المرحله بالذات بعد الابتلاء نتاعي قعدت مع روحي وجبت ملفاتي وحسبت روحي محاسبه قويه، يعني كنت ما رحمتش روحي حتى في حاجه، وعرفت باللي الحياه اللي كنت عايشتها قبل الابتلاء هي مش نتاعي. انا ما نستاهلش غير هذيك الامر اللي كنت فيه. انا نستاهل، رغم ان الخساره تاعي كانت قويه جدا، لكن عرفت باللي هذيك الخساره مشات لخاطر راه جايتني الحاجه المليحه، مشات لخاطر ما كانتش مليحه ليا الطريق هذيك، ما كانتش مليحه، ما كانتش غادي توصلني للحاجه المليحه. هذيك الطريق تبلعت وربي غير المسار نتاعي 180 درجه باش نمشي في الطريق اللي نستاهلها، اللي انا نستاهلها وانا نستحقها، وهي اللي راه غادي تعطيني اكثر من اللي كنت في هذيك الطريق، وهي اللي غادي توصلني للمكان اللي يكون اكرام تستحقه وتستاهله. ثاني كذلك الامر تيا ولا انت، المهم لا راك تشوفيا في هذا الفيديو كذلك، مهما كانت درجه الابتلاء اللي راك تعيش فيها حاليا كيفاش ما كانت دايره، خسرت مشروعك، انا ثاني خسرت مشروع كبير كبير وفيه اموال كبيره، خسرت يعني حياتك كلها، رب العالمين راح يعوضك. خسرت زوجك، رب العالمين راح ياتيك بالزوج هذاك، اصلا الزوج اللي انت كنتي معاه ولا انت كنت معاها لا تتوافقان، هذاك هو النهايه نتاع هذاك الزواج، هو ربي راح غادي يجيب له الاحسن وانت ربي راح غادي يجيب لك الاحسن. دائما النهايه اصنعوا منها البدايه القويه لكل حياتكم. ارضاو بالامر هذا وراح تشوفوا كيف الحياه سوف تعطيكم الافضل، وسوف تعوضكم بعد انكم تغلقوا الملفات نتاع يعني السابقه نتاع هذاك الطريق اللي تكونوا مشيتوا فيه، وتشوفوا كيفاش رايحين رب العالمين يعطيكم العوض فاش في الشيء اللي فقدتوه واكثر، وتشوفوا كيفاش رايحين نتوما تتعجبوا لهذا الامر. كن من أصحاب الآية التي تقول لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هؤلاء الذين لا خوف عليهم في الدنيا ولا هم يحزنون في الآخرة، هؤلاء الذين اتقوا الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، سيجبر الله بخاطرك وسوف يعطيك
ويغنيك عن كل شيء. كيف لا يجبر بخاطرك وهو الجبار. يعني من أسمائه الحسنى أنه الجبار، وأعظم صفة في من صفات التي خلقها الله سبحانه وتعالى في الإنسان هي جبر الخواطر. فجربوا أنكم تجبروا خواطر نتاع الإنسان، جبر الخواطر بكلمة طيبة، جبر الخواطر بالفعل، وشوفوا كيف سوف هذا الأمر يغير لكم مجرى حياتكم. صراحة أنا بعد الابتلاء اللي رب العالمين ابتلاني إياه وفهمت المغزى نتاعه وتقربت من رب العالمين وغيرت مسار حياتي ومجرى حياتي، ورزقني الله بالفهم، الحمد لله، بالفهم اللي هو أصلا يجي في المرحلة الثانية اللي قلت لكم عليها، المستوى الثاني، يجي في هذه المرحلة تاع تركزوا مع رواحكم وتعرفوا بعد اللي تعودوا حساباتكم، تعرفوا علاش ربي ابتلاكم، تفهموا. فهنايا في مرحلة الفهم والرضا، كي تفهم راح تدير الخطوة الموالية اللي هي التغيير الذي يكون من الأنفس، من الداخل. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا هم بأنفسهم. يعني اللي غلقت ملفات الماضية وفتحت الملفات الجديدة، والله العظيم منذ ذلك الحين لم أفتح ملف إلا وكان ناجحا، الحمد لله، وما توفيقي إلا بالله. وأتمنى لكم النجاح، وأتمنى